التدخل. خلونا نسمع الاول هذه قصه من شيرين الجيزاوي شقيقه احمد الجيزاوي. مساء الخير يا شيرين. مساء النور استاذه لميس. شيرين اشرحي لي بالظبط ايه القصه، اخوكي عمل ايه الحكايه بالظبط؟ اخويا كان مسافر يوم الثلاث هو ومراته رايحين يعملوا عمره عادي جدا، زي اتنين رايحين 10 ايام يعملوا عمره. اول ما وصلوا مطار جده مراته لقيت ان هو اتقبض عليه جوه المطار. بعد كده طيب اتقبض عليه ليه؟ بيقولوا ان هو لان هو احمد بيدعوا على احمد ان هو سب الذات الملكيه، الذات العاهل السعوديه. ايوه، واصدروا ضده حكم غيابي لمده سنه، واصدروا ضده 20 جلده. فهم عايزين ونفذوا الحكم، حبسوا احمد في مطار جده لحد يوم الخميس، ومن يوم الخميس عرضوه على الادعاء العام عندهم من غير طبعا محامي، من غير ما يسمعوا اي حد، من غير ما يخطروا اصلا اي حد في مصر. وبعد كده رحلوه على سجن ترمان. كل ده من غير ما احنا ما كناش نعرف اي حاجه. انا عايزه اقول لحضرتك ان احنا عرفنا بالصدفه البحته جدا على النت، داخله كده لاقيه ان اصحابي بيبعتوا لي خبر بيقولوا لي ايه ده، هو اخوكي فين؟ طيب مراته لما قبض عليه ما كلمتكوش؟ مراته لما اتقبض عليه ما كلمتنيش، احنا مش عارفين اصلا نوصل لها، التليفون هي الجرس مش بترد. احنا برضو يعني ابتدينا نقلق، فابتدينا نعمل احنا اتصالاتنا مع زمايله او مع المحامين اللي موجودين في السعوديه هناك. ابتدوا يفهمونا الوضع هناك، ان هو دلوقتي اتقبض عليه وان هو نقلوه في السجن هناك، سجن ترمان، وان هم مدعين عليه الادعاء ده. بس المشكله ان في نقطه تانية، ان احمد ماسك قضيه المعتقلين المصريين في السعوديه، واحمد كان مختصم قبل ما كان يسافر يؤدي يعني فريضه العمره، ان هو كان مختصم العاهل السعودي في القضيه دي. فاحنا يعني الطبيعي قوي ان انا افكر يعني ممكن تكون القضيه دي متلفقه. ايه اللي يعني طلع فين السب ده؟ احنا مش لاقيين اي فيديو خالص حسب ادعائهم، ان هم بيقولوا ان هو سبوهم على قناه تلفزيونيه. احنا مش لاقيينه خالص، مش ما سمعناش حتى في الخبر نفسه او الادعاء بتاعهم مش كاتبين كلمة السب نفسها. يعني بس خليني أفهم، أحمد هو كان يعني متبني قضية الدفاع عن عدد من المصريين المحتجزين داخل المملكة السعودية. بالضبط. كانوا محتجزين، هل بتهم ايه مثلا؟ يعني هل في قضايا؟ اولا هم محتجزين بسبب مثلا مشاكل مع الكفيل، او بسبب مثلا مشاكل مع السلطات هنا، يعني قضايا لها علاقة بالمغتربين وفكرة حقوق المصريين وكده. بالظبط. واختصم هنا ورفع القضية دي فين؟ في مصر ولا رفعها في المملكة ولا ايه بالظبط؟ بالنسبة لشغل احمد انا ما اعرفش قوي تفاصيل هو شغله كانت ازاي، لكن اللي انا اعرفه ان هو اختصم فيها العاهل السعودي، واختصم فيها السلطات السعودية هناك، لانهم هم الخصم اللي بيأذوا المصريين اللي في السجون هناك، ولحد دلوقتي ما نعرفش عنهم اي حاجة. طيب اخر معلومات ليكوا عن احمد ايه؟ يعني هو طبعا ما اتصلش بيكوا على الاطلاق، لكن اخر معلومات خالص احمد تليفونه مش متاح من وقت ما وصل جده هناك، لكن اخر معلومه عنده ان انا اعرفه ان هو يوم الخميس اترحل على سجن ترمان. ايه اللي هيحصل فيه، مصير احمد فين، ما نعرفش، ولكن اللي اعرفه بالظبط ان يوم الجمعه الجايه في حكم صدر بشأنه ان هم عايزين يجلدوه 20 جلده. يجلدوه على اساس ايه؟ ما تعرفيش حضرتك. هل زمايله يعني بتتصلوا بزمايله له ناس تعرفوهم في السعوديه، محامين في السعوديه مثلا ابتدوا يدوروا عليه، يتصلوا بيه، يكونوا محامين له؟ ايه الوضع؟ بالظبط. احنا في لينا زمايل هناك محامين في السعوديه، هم بيحاولوا يشوفوا لنا الوضع هناك، لان احنا طبعا مش عارفين، ومراته هناك لوحدها اكيد هي خايفه، فهي مش هتعرف برضه تتحرك قوي، فهم زمايلنا هناك بيبتدوا يتحركوا ويجيبوا لنا التفاصيل. يعني نتمنى ان قضية احمد تتحل. دي قضية من قضايا مصريين كتير بيتعرضوا لمشاكل كتير في الدول مختلفة، وعايزين نعرف تفاصيلها، محتاجين نعرف ماذا يحدث لأحمد الآن. هل يمكن يعني من الطبيعي انه يكون له محامي؟ مين المحامي اللي هيترافع عنه؟ كل هذا الوضع لابد. وانا كمان عايزه اقول لحضرتك ان انا كمان نفسي اعرف التفاصيل، يعني انا كان نفسي بس الخارجيه كانت تبلغني ان يعني اللي معروف ان لما حد بيصدر في حقه حكم بيتبلغ اهله او بيتبلغ هو في مكان اللي هو قاعد فيه بحيثيات الحكم بصدور الحكم ده بيه، لكن اهله ما بيعرفوش بالصدفه كده.
انتوا يعني لم احمد لم يبلغ على الاطلاق بفكره ان عليه حكم؟ لا خالص، احمد كان مسافر يعمل عمره اتقبض عليه هناك. يعني انا حاسه ان ان الموضوع ده كان تسليم اهالي، احنا سلمنا ابننا ليهم. ازاي يكون صدر حكم فيه هو مسافر كده عادي؟ طب ليه ما حدش بلغنا؟ فين السلطات بتاعتنا احنا ان هي خدت موقف وان هي كانت تبلغنا او كانت تباشر التحيات من هنا وتخاطب السفاره هناك؟ ازاي كده مواطن مصري يتقبض عليه ويتخطف من المطار هناك؟ يعني ازاي؟ ده سؤال طبعا محتاج إجابة كتيرة، إجابة مهمة وإجابة عاجلة. أشكرك يا شيرين، واتمنى إن احنا نطمن على أحمد قريبا. طب معي على الهاتف أيضا